السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية يلزم كل السيدات، وهو موضوع تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية. ستات كتير جدا عشان خوفها من تركيب اللولب بتحب تركب اللولب أثناء الولادة، وده أنا لا أنصح بيه تماما. الخوف ما يخليكيش تعملي حاجة غلط أو ليها مضاعفات. طيب، ميزة الموضوع ده إيه؟ إنك ما بتركبيش لولب بعد الولادة وبتخلصي منه على طول في الولادة. طيب، عيبه إيه؟ عيبه المشاكل التي تحدث بعده، وهي اولا اللولب ممكن يتحرك مكانه، ثانيا اللولب ممكن يخرم جدار الرحم، ثالثا الدكتور بيقص الفتله من اللولب علشان ما بيعرفش ينزلها تحت، فلا اللولب بيبقى من غير فتله. انت اولا ما بتعرفيش تطمني على اللولب، ثانيا الدكتور لما بيشيله لازم يدخل آلة جراحية جوه الرحم عشان يشيله، ودي بتبقى مؤلمة جدا. وكم من حالات شفتها جات لي بعد تركيب لوالب أثناء الولادة، اللولب متحرك من مكانه، بتبقى مؤلمة جدا في شيل اللولب. ممكن يستلزم ذلك ان احنا نعمل منظار رحمي لشيل اللولب. نصيحتي ليكم اوعوا تركبوا لوالب اثناء الولادة القيصرية، والكلام موجه للجميع.